خطر كبير بيواجه الاهلي في دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخه. مبدئيا يا جماعه، بما اننا اخر دوله على المجره بتخلص الدوري العام، فالكاف حط اتحاد الكره في مزنق وبعت له خطاب وقال له بقول لك ايه يا برنس، انا هعتمد نتيجه الدور الاول لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. مشكله بقى حضرتك ان الاهلي دلوقتي في المركز ال11 ب 21 نقطه ومتبقي له 6 ماتشات متأجلة. متصدرين دلوقتي بيراميدز وانبي والاتحاد والمصري. ازاي النادي الاهلي يخرج من الفخ والمزنق اللي محطوط فيه ده؟ فخليني اقول لك ان ال6 ماتشات اللي متأجلين للنادي الاهلي دول، الاهلي يا باشا محتاج منهم 13 نقطة علشان يوصل للنقطة 34 ويبقى ضمن الصعود ان شاء الله السنة الجاية لدوري ابطال افريقيا. يعني من الاخر كده 6 ماتشات لازم حضرتك تكسب فيهم 4 ماتشات وعلى الاقل تتعادل ماتش.